فعل فاضح حصل اليوم وعامل ضجة على السوشيال ميديا ومبهدل الدنيا على الآخر. مبدئيا كده يا جماعة، الفضيحة اللي عملها الولد والبنت لازم يتحاسبوا عليها، وأنا مش هدافع عنهم في المقطع ومش هتكلم عنهم بحاجة كويسة، ولكن أنا هقول وجهة نظري في الموضوع. هم اتحاسبوا وقوات الأمن قبضت عليهم وجرى التحقيق معاهم واتخاذ الإجراءات المناسبة. تعرفوا إن اللي بيحصل ده يا جماعة بيفكرني بيوم كنت قاعد فيه أنا وابن عمي وبنحكي وبندردش شوية، ولما جت سيرة دكتور النساء واحنا بنتكلم ولقيته بيقول لي حكمة عجبتني جدا وكانت جميلة جدا. قال لي إن الواحد فينا مراته بتخش تكشف عند دكتور النساء مصرح ليه يعمل اي حاجه وحاجات كتيره قوي يعملها بحجه ان هو بيكشف عليها وبيساعدها وبياخد باله منها، وبيكون على قلبنا زي العسل وشايفين ان الدكتور بطل وبيعمل انجازات. وبمجرد ما الواحد مراته بتخرج من عند الدكتور الوضع بيختلف تماما. يعني وبمعنى اوضح، لو الدكتور خرج من الغرفه ولمس ايد الست اللي كان لسه بيكشف عليها من شويه جوه العياده وكان مصرح ليه بكشف نساء كامل، هتبص تلاقي الراجل زعل واتخنق ومسك في الدكتور وعمل كارثه كبيره جدا. فنسال نفسنا احنا، طب غريبه، طب ما هو جوه كشف نساء عليها، يعني عمل حاجات كتير جدا، بمجرد ان هو يمسك ايديها ده الحوار الكبير. نفس الحوار حصل في الواقعه بتاعه الكوبري. السوشيال ميديا مليان بلاوي زرقاء والناس ناقصه تخلع جلدها علشان يجيبوا متابعين ويجيبوا فلوس. وحتى في الافلام اكيد شفنا مناظر اقوى واجرأ من اللي احنا شفناه ده بكتير جدا جدا جدا. واللي عملوا المشاهد الفاضحه دي في الافلام الناس بتستقبلهم احلى استقبال وبيتكلموا عليهم احلى كلام، وهم دول النجوم وهم دول المستقبل. طب اسال نفسك، طيب مش اللي مثل وعمل مشهد جريء ومشهد فاضح، مش المشهد الجريء والفاضح ده دخل بيتك؟ مش بنتك وابنك اتضروا بالمشهد ده؟ طب ليه خليته حد كبير وليه خليته نجم وليه خليته؟ طيب وجاي على اللي عملوا واقعة الكوبري خلاص بقى الدنيا خربت عليهم؟ انا من رأيي ان الولد والبنت اللي عملوا الواقعة الفاضحة دي لازم اللي يتحاسب الاب والام، لان دايما شباب الجيل الصغير دول بيكونوا ضحية الجيل اللي مفروض يكون كبير وعاقل ويعرف يربي صح. فلما تلاقي الاب حشاش وبتاع برشام والام مقطعه السمكه وديلها، فاكيد الابناء مش هيطلعوا انبياء يعني الا من رحم الله. وانا من رايي والله ان كل واحد فينا لازم يحاسب نفسه قبل ما يحاسب غيره. ما بقاش انا عامل مصايب سودا وعامل فضايح واجي ابص على الناس اللي عامله حاجه بسيطه من اللي انا بعملها اقعد اتكلم عليهم وافضح فيهم واتداول الفضيحه. الدين بتاعنا امرنا ان احنا يكون عندنا مبدا وما نفضحش حد وما ننشرش رذيله او فضيحه لاي حد، ان احنا نتقي الله في الناس. الشخص اللي صور او الشخص اللي نشر الفضيحه دي، بدل ما كنت فضحتهم على السوشيال ميديا وكل الناس شافوا الفضيحه، كنت دعيت لهم بالهدايه، كنت قعدت مع نفسك وقلت يا رب اهديهم واصلح لهم حالهم، لان هم وقعوا في موقف دلوقتي ممكن انت بكره تقع في نفس الموقف. وهقول لكم دلوقتي على حاجه وافتكروها كويس جدا جدا، نفس الاتنين اللي عملوا الفضيحه والرذيله دي وكل الناس انتقدتهم بكره وبعده هيعملوا صفحه على مواقع التواصل وهيبقوا نجوم ومشاهير السوشيال ميديا، واللي بينتقدهم دلوقتي بكره هيتمنى انه يتصور جنبهم. فاتقوا الله في بلدكم. مصر كبيره جدا وليها تاريخ كبير جدا وعريق، وما زالت هي دوله الامن والامان، وسنظل دائما وابدا ان شاء الله في القمه رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين. خدوا بالكم من نفسكم. سلام عليكم.